قال لكم ما هذا واحد من اب سافر امريكا ما لقي شيء عمل. بعدين فتح له عياده وهو مش دكتور، وفتح عياده وفعل لوحه وكتب على اللوحه دكتور يداوي جميع الامراض، اذا عالجتك تدفع 50 ريال واذا ما عالجتكش ادفع لك 100. فمر مصري من جنب العياده هذه قري اللوحه قال بدخل اسلخ هذا اليمني. دخل على العياده السلام عليكم، قال وعليكم السلام. قال له صاحب ابن عش تشتكي؟ قال والله فقدت حاسه التذوق. صاحب ابن نادى على الممرضه وقال لها جيبي لي العلاج رقم 22. جابت له قطره قطر له فم المصري. المصري صاح ايه ده يا ولد، ده غاز ده غاز. قال له اليمني شفت رجعت لك حاسه التذوق، جيب 50. اعطاه المصري 50 وهو مقهور وخرج من العيادة وهو زعلان. رجع اليوم الثاني قال بايقضي حقه. دخل العيادة قال له صاحب من وش تشتكي؟ قال والله فقدت الذاكرة. صاحب نادى على الممرضة وقال لها جيبي العلاج رقم 22. المصري قال له العلاج رقم 22 غاز. قال شفت رجعت لك الذاكرة. أعطنا 50 وأعطاه 50 وطلع وهو مقهور بيطفح. اليوم الثالث قال والله لا جيبه لا جيب. سارح المصري اليوم الثالث للعيادة السلام عليكم، قال وعليكم السلام. قال له مالك اليوم؟ قال أعمى ما بتستضي. المهم قال له صاحب أنا ما بسترع عالجك ما دام انتهى، إذا دك أعمى خلاص غلبتني هذا المرة لك. هذه $100 وداله $20. أخذها المصري قال بس دي 20. قال له صاحب هي هات ال20 هذا الحمد لله رجع لك النظر ودي 5 حق العلاج.